يحتفظ بالكرة أكثر من 3 أو 4 ثواني، ولكن كما قلت برشلونة ليس كاملا، وبالتالي هذا الحساب يكون أجمل لو كان هناك إنيستا وكان هناك ميسي. ولكن هذا تشافي وهذا الهدف الأول، وهذا فابريغاس الهداف الثاني في البرسا يفتح باب التسجيل في الدقيقة 14. كرة جميلة، كرة كتالونية، كرة برشلونية تقليدية اعتيادية، والبصمة موجودة لأن الكبير تشافي حاضر والصغير الكبير فابريغاس حاضر، وليس للاعبي أوساسونا إلا الفرجة والذهول. هذا هو سيسك فابريغاس يحرز الهدف الأول لمصلحة برشلونة في الدقيقة 14. لاحظوا داني ألفيش بدأ الهجمة، أعطاها لتشافي، تشافي تمهل، انتظر وقدم الكرة مضمونة. يمر، لاحظوا هنا بدأت الهجمة من الجناح الأيمن بين قوسين داني ألفيش، ولاعب الوسط المعلم تشافي هرنانديز يعطي الكرة لفابريغاس، يعطيه هدفا، يعطيه هدية لا ترد، وبالتالي فابريغاس يصوب الكرة الأرضية لاحا، ويبدو في مأمن من المخاطر ومن المفاجآت، ويبدو قويا بما يكفي لكي يسجل الهدف الثاني بروعة. نعم، الهدف الثاني لبرشلونة من سيسك فابريغاس الرائع، لاعب رائع آخر ينضم هذا الموسم إلى كوكب النجوم. وأنا أعتقد بأن سيسك فابريغاس هذا في السنوات القليلة القادمة في ظرف 2 أو 3 إن لم يكن الآن سيكون من أفضل 5 لاعبين في العالم. لاعب رائع، لاعب يعرف كيف يصل للشباك، كيف يسجل، كيف إضافة إلى ذلك كيف يمرر ويصنع الكرات. إذا في ظرف 4 دقائق سيسك فابريغاس يفعل كل شيء، يسجل هدفين ويتلقى بطاقة صفراء أيضا. لاحظوا كيف بدأت الهجمة هنا من جانب كارلوس بويول، ثم تشافي، دائما تشافي، ثم سيسك فابريغاس يرفعها عالية من فوق الحارس، تشيب لوب في المقص الأيمن في الشباك. هدف ثاني للبرسا في الدقيقة 18، ودائما الإمضاء لفابريغاس. إذا من يحتاج ميسي؟ إذا كان فابريغاس موجود وإذا كان تشافي موجود فالأخير يمرر والأول يسجل، وغوارديولا يوجه، وبرشلونة يمتع، برشلونة يضيق الخناق على أوساسونا. لكن الهدف الثاني ما زال يرفض المجيء هنا داخل منطقة الجزاء، وهنا تشافي يعيد الكرة لوراء، ترجع إلى بيكي، رأسية ممتازة، ميسي بالرأس، ميسي بالرأس يسجل، لم يسجل بالقدم، سجل بالرأس، وهذا أحد الأهداف النادرة، وكما قلت هي مباراة النوادر هذه الأمسية. الهدف الثالث جاء أخيرا في الدقيقة 73 وبرأس ميسي، برأس ميسي، انتبهوا جيدا، كرة مرفوعة ميسي يصعد إليها برأسه، ولذلك لاحظوا الضحك على وجوه اللاعبين. قلت مؤخرا ان ميسي لم يعد يضحك كثيرا بسبب هم المنتخب الارجنتيني على اكتافه، لكنه يضحك هنا، قادم منذ 48 ساعه من الارجنتين وياتي بالهدف الثالث بالراس. هذه حال نادر، لاحظ جاء اندفع من الخلف، اندفع من الخلف، جاء من بعيد ولعب الكره براسه، قفز اليها ووضعها براسه عن يمين الحارس، واحرز الهدف الثالث لبرشلونه براسه. لا أدري، ثالث هدف لميسي بالرأس أعتقد، يعني كان قد سجل ما أذكر ذلك الهدف الرأسي على لاحظوا حتى غوارديولا كله برأس. فابريغاس أقول لا، أقول تشافي هرنانديز هو رجل المباراة. هذا ميسي مع الكرة، ميسي يبحث عن الهدف الرابع ويجده في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس يسجل. رائع ميسي، رائع ميسي بيسراه القاتلة، يصوب كرة ممتازة. وما زلت أقول أن تشافي هو رجل المباراة، لأن الذي مرر إلى ميسي هو تشافي. تشافي يلعب الدور الخفي، تشافي يلعب، لا أقول جندي مجهول وليس مجهولا، هو معلوم من الجميع، لكن ميسي يتساوى مع فابريغاس ويسجل في الدقيقة 91 الهدف الرابع، لكي يتأكد برشلونة تماما من أنه تأهل إلى ربع النهائي. فاز على أوساسونا ب8 نظيفة في الدوري، ويكتفي في الكأس برباعية. لاحظوا تشافي هرنانديز إلى ميسي، ميسي باليسار يصوب الكرة، ولكن تصويبه من أين؟ من داخل منطقة الجزاء. لاحظوا دخل المنطقة بنصف ياردة ووضع الكرة في الشباك. جميلة. وتشافي كم هدف من الأهداف اليوم جاءت من تشافي؟ 75% من الأهداف بتمريرات من تشافي هرنانديز. ألا يكفي هذا ليكون هو رجل المباراة وليس ميسي أو فابريغاس، وفي جعبة كل منهما هدفان؟ خفت الفرحة عند غوارديولا.